وصلت بعثة فريق الهلال السعودي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء إلى العاصمة المغربية الرباط تمهيدا لمشاركته في كأس العالم للأندية. واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبد الله الغريري فجر يوم الثلاثاء في الرباط بعثة الهلال برئاسة الرئيس فهد بن سعد بن نافل تأهبا للمشاركة في كأس العالم للأندية. وبدوره أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام خلال الأيام القليلة الماضية في المغرب بصفته ممثلا عن قارة آسيا. وجاءت قائمة الهلال في كأس العالم للأندية كالتالي: عبد الله المعيوفي، حبيب الوطياني، محمد العويسي، جانج هيوناسو، علي البليهي، معاذ فقيه، محمد جحفلين، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، متعب المفرجي، عبد الله عطيفة، أندري كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجويرة، محمد كونو، جوستافو كويلر، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ناصر الدوسري، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا، لويسيانو فيايتو، عبد الله الحمداني، صالح الشهرية، أوديون إيجال. وتأكد غياب الثنائي محمد البريك وحمد اليامي عن المغادرة مع الفريق العاصمي إلى المغرب بسبب الإصابة، حيث يستكمل برنامجيهما التأهيليين في مقر النادي، بالإضافة إلى نجم الفريق سلمان الفرج بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية. تستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 من فبراير 2023. ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي المضيف، الأهلي ممثل أفريقيا، الهلال السعودي ممثل آسيا، سيتال الأمريكي، الكونكاف، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أوقيانوسيا، فيلامينغو البرازيلي، أمريكا الجنوبية، ريال مدريد، أوروبا. ويشهد افتتاح كأس العالم للأندية غدا الأربعاء مواجهة بين الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على أرضية ملعب طنجة في المغرب. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.